السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض منهج كونكت بلس في جريد 5 وأول يونت هنبدأ على طول بإذن الله علشان وقتكم. اسمه Life in my world، يعني الحياة في عالمي. هيبتدي يتكلم في lesson 1 و lesson 2 على different ecosystems، أنظمة بيئية مختلفة. مديني شوية vocabulary في الأول زي grassland، تحتها marine، بعدين forest fresh water و rain forest و desert. بعد كده يا ولاد في نفس البيج مكملين نقرأ مع بعض الكلمات thick سميك، living things كائنات حية، illness equal diseases يعني أمراض. بعد كده non-living things كائنات غير حية، community مجتمع، national park محمية طبيعية وهيتكلم على محمية نبق في جنوب سيناء، mangrove forests غابات المنجروف، deep عميق، storm عاصفة، environment بيئة، pond بركة، سيناي بنانسيولا شبه جزيرة سيناء، ماونت سيناي جبل سيناء، leaves أوراق الشجر. global warming الاحتباس الحراري، ودي ظاهرة احنا أخدناها السنة اللي فاتت في الساينس لو فاكرين، نتيجة زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون كربون دايوكسيد جازز. وبعد كده coast ساحل، species فصائل أو أنواع، salt water مياه مالحة، shallow water مياه ضحلة، medicinal plant نبات طبي. وممكن كمان هيجيلنا في الحل كلمة اسمها medicines اللي فاكرها احنا أخدناها قبل كده معناها أدوية. وادي ونيبر يعني جار. عندنا بعد كده الفيربس تصريف الأفعال ما بين regular و irregular. نبدأ بالregular arrive يصل تبقى arrived، protect يحمي تبقى protected، interact يتفاعل interacted، survive ينجو survived، cough بيكح coughed. نيجي للريجولار fight بيحارب. هنشوف بعد كده مثلا ان العلماء بيحاربوا الامراض عشان لما نيجي نحل تبقى الدنيا مفهومة. fight يحارب الباست بتاعها fought وده irregular فهنحفظه. grow grew catch caught. خلوا بالكم ان caught كتير منكم بينسى ان بعد السي في ايه مش او. lose lost. بعد كده بعض الاكسبريشن المهمة زي grow out of بينمو خارج من، along the coast امتداد الساحل، wash away يعني يجرف أو يزيل، 4 times more يعني أكتر ب4 أضعاف، safe home for مأوى آمن ليه، in many ways بطرق عديدة مختلفة، among the roots يعني بين الجذور. بعد كده بينقلي على القطعة الأساسية في ليسون 1 وهي بتتكلم على محمية نبق زي ما قلنا. بيقول نقرأ كده الجمل المهمة في القطعة اللي هتجيلنا في الكتاب. نبق is a very big national park in South Sinai، هي محمية طبيعية كبيرة في جنوب سيناء. mangrove forests are so important for the marine ecosystem، يعني شجر المنجروف ده مهم جدا للحياة أو النظام البيئي البحري. mangrove trees have roots which grow out of the water، المنجروف يا ولاد عموما عنده جذور بتبقى ممتدة تحت في الأرض علشان طبعا قوة الأمواج، وعنده جذور هوائية ماشي بنقول عليها aerial roots. الجذور دي بتعمل ايه؟ ببساطة كده بتجيب له الأكسجين من الجو، لأن تحت التربة فيها مية ما فيهاش أكسجين كفاية، فهي بتجيب له الأكسجين من الجو. ودي حاجة سبحان الله مميزة جدا لشجر المنجروف، لأن احنا عارفينه طبعا ان هو بينمو جنب الساحل، واخدناه برضو السنة اللي فاتت في الساينس. The roots of mangrove tree help them get oxygen، يعني الجذور بتاعة المنجروف دي بتساعد الشجرة انها تحصل على الأكسجين. mangrove thick leaves stop the plants losing water when it
is very hot. المنجروف الورقة بتاعته بتبقى سميكة علشان تقلل فقد الماء، لان البيئة اللي هو بيبقى فيها بتبقى في اوقات كتير بيئة حارة. The forests are safe home for many animals. mangrove trees help us with global warming. بتساعدنا في علاج الاحتباس الحراري. An ecosystem is all animals and plants in an area. هنا بصوا الفصل الخط البينك ده، هو الاول كان بيتكلم هنا على النبق ناشونال بارك، ابتدى يتكلم على الايكو سيستمز. طبعا الجمل دي نحاول كده نفهمها علشان نقدر نكتب باراجراف لما يطلب مننا. An ecosystem is all animals and plants in an area. دي كانت اول حاجة خدناها السنة اللي فاتت في الساينس، ان النظام البيئي ده هو عبارة عن كل الحيوانات والنباتات اللي في المكان. It can be as small as a pond. ممكن يبقى صغير بحجم بركة صغيرة او مستنقع، or as big as a forest، او كبير بحجم غابة. In an ecosystem living things interact with non-living things. يعني في النظام البيئي ده الاشياء اللي حية بتتفاعل مع الاشياء الغير حية. يعني يقصد ايه؟ يقصد مثلا ان النبات والحيوان او الاسماك بتتفاعل مع المية اللي هي موجودة فيها، بتتفاعل مع الروكس لو هي في ديزرت، وهنشوف بعد كده ازاي. بعد كده species هيتكلم عليها. the different species in an ecosystem make a community. يعني الانواع المختلفة دي اللي موجودة في النظام البيئي بتعمل حاجة اسمها مجتمع او community. and they need each other to survive. بيبقوا محتاجين لبعض علشان يعيشوا. الجرامر اللي جاي في lesson 1 هو ال relative pronouns او ضمائر الوصل. يعني زي ما احنا في العربي كده بنقول الذي كذا او التي كذا، بس هنا بقى في الانجليش هو بتستخدم for people، ماشي، للاشخاص، للعاقل. مثلا زي اني اقول ايه I have a friend، وارجع تاني اقول he lives in Cairo. هو صديقي ده بيعيش في القاهرة. فبدل ما اقول كده اقوم رابط الجملتين. بصوا تحت الاسهم دي اللي باللون الريد I have a friend who lives in Cairo. انا عندي صاحب اللي هو بيعيش في القاهرة. يبقى كده بدل ما اكرر a friend وهي تاني وورا بعض، لا، بصوا كمان example تاني. نهى is the girl who has new shoes. نهى عندها، هي البنت اللي عندها ايه، حذاء جديد. طيب which امتى بنستخدمها؟ which برضو معناها الذي والتي، بس تيجي مع things، مع الاشياء، مع الغير عاقل. زي اني اقول مثلا في الاكزامبل اهو that's the car which I bought last year. دي العربية اللي انا اشتريتها السنة اللي فاتت. هو هنا بيتكلم عن العربية فاخد which. طيب امتى بنستخدم where؟ بنستخدم where بسهولة للاماكن. يعني خلينا نشوف المثال. This is the classroom. ده الفصل where we study science، اللي بندرس فيه العلوم. كده هو قال بدل الكلاسروم ما يكررها تاني قال where. تمام، يبقى عرفنا ان هو بتستخدم for people، which بتستخدم for things، where بتستخدم for places. في نقطة بقى صغيرة ومهمة عايزاكم تاخدوا بالكم منها، اني ممكن نتلخبط في حاجة تكون غير عاقل وفي نفس الوقت برضو هي مكان، بس بنفهمها من الجملة. يعني هنا أوادي، الوادي ده مكان is an ecosystem which is normally dry. هو هنا ما بيتكلمش عليه كمكان، هو هنا بيتكلم عليه كشيء. ده نظام بيئي اللي دايما بيبقى ايه، مثلا جاف. لكن هنا تحت قال أوادي is a place. هو ذكر هنا ان هو place where، حيث desert animal looks for food. فنخلي بالنا يا ولاد من الجزئية دي، لان هي بتلخبط بس فيكو اللي ايه، اللي حافظ، اللي يشوف مثلا ايه حاجة غير عاقل فيقوم على طول ايه which. ناخد بالنا بس ونفهم هو بيتكلم على ايه من سياق الجملة، فهنقدر نحدد which or where. وسيبولي اسئلتكم وان شاء الله هرجع وارد عليكم.